عارفين يونان كان في بطن الحوت ولا في جوفه؟ كلنا عارفين ان يونان قعد في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي، ولكن ما نعرفش حاجة عن الحوت ده. فالحيتان نوعين، نوع ليه اسنان ونوع ملوش اسنان. فالحوت اللي بلع يونان ما كانش ليه اسنان. كمان الحوت اللي بلع يونان كان ضخم جدا، والنوع ده من الحيتان عنده تجويف جوه بقه، والتجويف ده كبير جدا تقريبا بحجم اوضه طولها تقريبا 8 متر في 3 متر، وده مكان كبير جدا. والحوت بيستخدم التجويف ده علشان يخزن فيه اكسجين علشان يقدر يتنفس لما يرجع مره تانية للبحر. كمان النوع ده من الحيتان لو بلع جسم كبير وغريب بالنسبه له بيحوله على طول على الاوضه دي او التجويف ده، واللي بيكون مليان هواء وما بيدخلش الجسم ده لمعدته. ده كمان الحوت بيحاول يرميه مرة تانية على البر علشان ما يبلعوش تاني، وهو ده اللي حصل مع يونان. فالله أمر الحوت ده إنه يبلع يونان وينقله لأقرب مكان لمدينة نينوى. وفي تفاصيل أكتر عن الحوت ده واللي شرحناها بالتفصيل في حلقة شرح سفر يونان كله في 8 دقايق بس، الموجودة دلوقتي على قناتنا. شوفوها دلوقتي وتابعونا هناك. كمان الحوت ده ربنا استخدمه علشان يحمي يونان، لأن يونان كان ممكن يغرق بعد ما رموه البحارة. فالحوت اللي بلع يونان كان من نوع ميجابترا ميدوسا، واللي قعد يونان جواه 3 أيام و3 ليالي.